البطانه او الياسه هي طبقه من الاسمنت بتتحط على الحائط بتاعتنا بعد ما نخلص مرحله الطرطشه والبؤج والاوتار، وهي تعتبر مرحله مهمه جدا في بند البياض. وبعد ما استلم البؤج والاوتار بتاعتي واتاكد انها تمام ومظبوطه جدا، بتيجي معايا بعد كده مرحله البطانه وبيسموها نهو البطانه او الياس، ودي ببساطه هي اللي بتحدد شكل الحائط في الاخر وملمسها هيكون عامل ازاي. والعامل ساعتها بيجيب البروه بتاعته وكوز فيه شويه ميه يبدا يرشهم على الحيطه، ويبدا يحرك البروه بالطريقه دائريه ويدوس تكه خفيفه، وهكذا لغايه ما يخلص الجنب بالكامل. وساعتها الجنب بتاعي بيطلع ناعم جدا وبيسموه وش ممسوس، وده طبعا عشان البروه اللي استخدمها هي معدن فهي ناعمه جدا. ولو غير البروه دي واستخدم الفرطاسه اللي هي بتبقى من الربر او المطاط او تخشينه من الخشب، ساعتها الوش النهائي الاخير اللي بيطلع بيكون ملمسه خشن وبيسموه وش مخدوم او متخشن. والفرق بينهم في كميه المعجون اللي بقدر افردها على الجنب الواحد. وفي الوش الناعم ممكن ما يحتاجش اكتر من سكينه معجون واحده وبعد كده تبدا في بند الدهانات بتاعتك عادي. اما النوع الثاني اللي هو الخشن بياخد اكتر من سكينه معجون 3 على الاقل. بنفضل طبعا نشتغل بالوش الخشن عشان خاطر المعجون بتاعي لما اجي احطه على الحيطه بتاعتي يمسك فيها وما يفصلش بعد فتره من الحيط. والفصل اللي